ده هجاص وبتاع ترند، ولو ما عملش كده مش هيكمل في الاهلي وهيمشي. عمرك شفت عمرو السولية او محمد الشناوي بيعملوا كده او بيطلع في برنامج؟ دول لعيبه كبار وكباتن الاهلي وما عملوش اللي عمله كهربا. ده الكلام اللي قاله نجم الاهلي بعد تصريحات كهربا ضد شيكابالا، وده بسبب كلامه على امام عاشور. مين اللي قال كده وليه هاجم كهربا وايه موقف الكابتن محمود الخطيب؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في عرب 22. محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي طلع في التلفزيون مع الاعلامي سيف زاهر وانتقد شيكابالا كابتن نادي الزمالك، وده بعد تصريحاته عن امام عاشور. وقال احدى اللاعبين طلع في احدى البرامج قال ان امام طلب التيشيرت بتاعه. امام قال لي ارد بالنيابه عنه، هو في المنتخب ومش هيعرف يرد. امام طلب مني اقول ان ده ما حصلش، بالعكس اللاعب ده 3 مرات يقول في الملعب لازم ترجع الزمالك لازم ترجع الزمالك، بس امام راعى كبر السن اللاعب ده وما حبش يحرجه عشان سنه الكبير. امام قال لي انا بلعب في اكبر نادي، ازاي ابص لحته تانية؟ كهربا هنا بيرد على كلام شيكابالا اللي قال فيه ما اقدرش اقول على دار بيني وبين امام عاشور في مباراه نهائي بطوله كاس مصر اللي اتلعبت في السعوديه، لكن كل اللي اقدر اقوله انه طلب القميص بتاعي بعد المباراه. تصريحات كهربا زعلت الكابتن سيد معوض نجم النادي الاهلي السابق اللي قال ما ينفعش اللي عمله كهربا، وطالما خلصت ال90 في الملعب ما ينفعش اي كلمه تتقال، طبيعي اللي بيحصل في الملعب ما يطلعش بره، اللعيبه اللي موجوده ما حدش بيحكي عن اللي بيحصل، ايا كان ايه اللي حصل بنطلع بعدها ونقول ما حصلش، والكره مليانه اسرار والملعب زي اوضه اللبس ما ينفعش الحاجات اللي فيها تطلع بره. اللي بيحصل دلوقتي بين كهربا وامام عاشور وشيكابالا ده جو مبروك يا جماعه. جمهور الاهلي مبسوط منك يا كهربا، واللي عملته ده كلام سوشيال مش اي حاجه تانية. انا عايزه اشوفك في الملعب وريني هتعمل ايه. كل ماتشات الديربي بيحصل فيها كلام، انا لو هاجمت شيكابالا هطلع بطل قدام جمهور الاهلي، والعكس هيحصل لو قلت كلام كويس عليه. في لعيبه اساتذه بره الملعب، والبرامج بتدور على اللعيبه اللي بتحب الترند. ليه محمد الشناوي وعمرو السولية مش بيطلعوا في البرامج ولا برنامج شهر رمضان؟ البرامج دي بتدفع فلوس كتير عشان تجيب اللعيب اللي بيعمل ترند والجمهور ينبسط. الناس بتستمتع بالكلام ده وشغل قصف الجبهات. ده نفس كلام الناقد الرياضي احمد الخضري اللي قال احنا مش ورانا حاجه غير نتابع الهيافات دي، في لعيبه مش وراها حاجه غير بتهجص، وده نفس اللي عمله كهربا. هو كهربا ولي امر امام عاشور عشان يرد مكانه. امام مش بيعمل حاجه غير لما ياخد الاذن منه، حتى لو هيطلع يتكلم او يتصور مع حد لازم يستأذن منه، وده حصل في السعوديه. امام عاشور عنده صفحه وسوشيال ميديا كان يقدر يرد على تصريحات شيكابالا بنفسه ويقول الكلام ده ما حصلش. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كان موقفه صارم من اللي حصل، وبلغ الكابتن خالد بيبو يحذر كهربا من اللي بيقوله، وما عجبوش كلام كهربا تماما، وطلب انه ما يتكلمش تاني في الموضوع ده ويركز في مستقبله، وبلغه انه موافق على احترافه في الصيف بس بشرط يجيب عقد كويس. الكابتن حسين لبيب اتدخل في الازمه وطلب من شيكابالا ما يردش على تصريحات كهربا ويقفل على الموضوع ده تماما.